بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم هنعمل مع بعض الكاتشب. تعالوا معايا نعمله بطريقة صحية وجميلة في البيت وعارفين مكوناته ايه. هنمسك الطماطم حبة حبة، نختار الطماطم الحلوة ما يكونش فيها اي حاجات يعني خرم ولا اي شيء. هنغسلها كويس وهنشيل مكان التقائها بالساق اللي هو الراس بتاعتها، هننضفه كويس. آه بعد كده هنطحنها ونجيب مصفى تكون يعني عيونها صغيرة، يعني تكون رقيقة جدا بحيث ان ما تنزلش البذر. انا مش عايزة البذر. هطحنها كويس جدا وانعمها واعصرها في المصفى بحيث ان اشيل القشر واشيل البذر الاول. دي اول خطوة عشان ما احطش البذر واغليه معاها فيديها مرار فتحتاج عسل او سكر كتير. عملتها عصير خلاص، ابدأ اجيب المصفى واصفيه. مفيش احلى من عمل البيت وعارفين المكونات ايه. يعني ابني دقها قال زي الجاهز بالضبط، فالحمد لله ان عجبته زي الجاهز. شايفين اللي طلع في المصفى الناعمه، القشر والبذر ده هنرميه وناخد الخليط. شايفين وصل عندي في الحله لفين؟ هجفف الميه منه على النار، هي دي بس اللي هتاخد منكم وقت على النار، على نار هاديه. بعد ما نعليها وتغلي نهدي عليها خالص لغايه ما تغلي وايدينا فيها عشان ما تعملش الشياط وتتحرق يعني. نقلبها كل شويه ونخلي بالنا ان ساعات بتنطر في كل مكان، ممكن تحرق لا قدر الله. عندي هنا الاضافات بتاعتي، بودرة الثوم اللي انا هحطها ديت انا عاملاها في البيت، والبابريكا دي انا عاملاها في البيت، وان شاء الله هعمل لكم فيديو بها باذن الله. كلها مكونات عاملينها في البيت. عند البهارات اللي هي بودرة البصل، بودرة الثوم، الفلفل، البابريكا، الملح، ده هحطهم في الاخر مش هحطها من الاول. يعني بعد ما تيجي تنشف كده مضيفه الاضافات بتاعتي دي. شايفين كانت بقت فين الطماطم؟ اتبخر الميه كلها، الميه اتبخرت خلاص. ابدا اضيف الاضافات بتاعتي. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف لان انا مضاعفه المكونات. واحط الخل واحط النشا، ده كله في الاخر. اللي هي لسه منشفتش هسيبها على النار شويه كمان. ده خل تفاح عضوي والنشا عشان بس يعمل تماسك ويعمل قوام، وممكن نستغنى عنه. شايفين احنا نعرف ازاي انها وصلت لدرجة ان انا اطفي عليها النار؟ ان انا هعمل خط كده في النص، لو ما التقاش مع بعضه تاني في المعلقة يبقى كده استوت وكده مش محتاجة نار، خلاص كده نطفي عليه. الخط ده خلاص وقف كل ناحية مكانها، ما التقتش مع بعض، خلاص كده استوت وبقت تمام. نبدأ بقى نجيب اللي هنعبي فيها. انا دلوقتي عندي نوعين من العسل، ممكن سكر وممكن تضيفوا عسل زي ما انا عملت. ده عسل زهرة حبة البرك، ما بيأثرش على مرضى السكر ولا بيرفع لهم السكر. وده عسل جاي من مصر اللي هو عسل البرسيم، ملوش طعم ولا حاجة عشان ما يعملش طعم في الكاتشب، ملوش طعم ولا ريحة. فانا هعمل لاولادي جزء ولنفسي جزء اللي هو بحبة البركة. ممكن تعملوه بسكر اللي هو سكر بتاع الرجيم، او سكر لمرضى السكر يعني. هتكون برطماناتنا معقمة بالطريقة المتعارف عليها. نحط شايفين حطيت في ده بتاعي اللي انا عاملاه. طبعا كل ما بتتركيه في التلاجة بيمسك اكتر، كمان بيبقى قوامه لزج، كمان بيبقى حلو زي الجاهز يعني بالضبط. ناكله بقى مع البطاطس، ناكله مع واحنا حاسين يعني مش حاسين بتأنيب ضمير لان عارفين مكوناته، عارفين احنا حاطين ايه. الطعم رائع، يا رب يعجبكم الفيديو وتجربوه.